السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا لو المواكب حذت حذو موكب أولاد عامر من التنظيم، من الإدارة، من حتى الطعام والنكهة الخاصة وإلى أجواء الخاصة. خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع نعلق عليه. الموكب كل حسيني تسمع هالأيام، موكب من عامر في كل عامي، لذبيح الله يمشي باهتمامي. كل شارع كل ديرة ووادي حرمة وزلمة وطفل أجنان، حي الله الخدام. شفتوا التنظيم من البصرة إلى كربلاء، لا واحد كذا قام ودق على راسه، لا واحد قطع الطريق، لا طلعوا ما ادري لطمنشور، لا ما ادري ايش سووا، لا مشوا على جمر، لا مشوا على نار، لا مشوا على الرصيف، لا ضايقوا لهم موكب، لا طلع واحد ما ادري حاط جول، لا واحد يشرب نارقيله، لا واحد كل شيء يسوي. هذا الموكب المفروض يكون درس، والله يدرس. هذا يضيفونه ماده بالاسلاميه عندنا بالعراق، شلون اذا ردت تكون لك موكب تكون مثل موكب اولاد عامر، تعرف مرجعيتهم وتعرف شيوخهم وتعرف ناسهم وكباريتهم، كلهم يوجهون بأن يكونون ناس قد المسؤولية ومن ضمن القانون ومن ضمن الآداب ومن ضمن الأخلاق. طبعا نحييهم ونشكرهم ونشد على ايديهم، وانتم مرآة المجتمع صرتم، والله الناس تغط بالطين وانتم منتظمين وانتم على طريق الحسين الحقيقي. ما يوم انا شخصيا شفت لي عامر من اولاد عامر مقفص لواحد او بايق لواحد او ماخذ مالات واحد او متداين من واحد. حتى مشاريعكم الموجودة من مستشفيات، من صناعية، من شركات، حتى اموالكم وعملكم وشركاتكم هي كلها وطنية وما بيها دغش. اسأل اي واحد في محافظة البصرة اذا يروح يصلح له يم عامري 100% تصليحه صحيح، او يتعامل له يا واحد تعامله 100% صحيح. عشيرة الها مكانتها بالمجتمع، واحنا شخصيا في محافظة البصرة نفتخر بكم يا اولاد عامر. والله المفروض من زمان نسوي لكم فيديو، بس شو اسوي، للضرورة احكام، قليل بحقكم، ما اعرف شو اعبر، والله ما اعرف. مواقفكم وطنية، مواقفكم مبنية على المبادئ وعلى القيم وعلى الاخلاق وبالقانون، دائما انتم بالقانون. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لكباريتكم من شيوخ ومن سادة ومن شبابكم جميعا.